السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مع شهوة زينب. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مسمن بالشحمة على الطريقه نتاع المحلات، كيجي رائع والمذاق ديالو بنين. خليكم مع الفيديو باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، عندي هنا 800 غرام ديال الدقيق الابيض او الفورس، عندي 200 غرام ديال الدقيق القمح اللي غربلته من النخاله، ماشي الفينو، الدقيق القمح، ملحه، معلقه صغيره ديال سنيده. كنخلط هاد المكونات مع الطحين، من بعد غادي نبدا كنجمع بالماء دافي. العجين كنجمعوها بهذا القوام هذا، ما كنرخفوهاش بزاف. من بعد غادي ندلكها مزيان حتى كترجع بهذا الشكل هذا. غادي ندهنها بالزيت وغادي نغطيها بالسلوفان وغادي نخليها ترتاح باش نوجدوا الحشوه. بالنسبه للزيت اللي غادي ندهن بها، اللي غادي نورق بها من داخل، عندي هنا معلقه ديال التحميره، معلقه صغيره. غنزيد عليها واحد الكميه ديال الزيت، غادي نخلطها مزيان وغادي نخليها باش كتطلق ديك التحميره في الزيت. هذه هي الزيت اللي غادي نورقوا بها المسمن من داخل. بالنسبه للحشوه، عندي هنا 2 حبات نتاع البصله، 2 حبات نتاع الفلفله اللي طحنتهم في الهاشوار باش كيتقطعوا رقيق. عندي واحد الكميه من الشحمه، ملحه، تحميره، قزبر حبوب، واحد شويه ديال الزعفران اختياري. عندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر، كيعطيها واحد البنه، كيجي لذيذ. وشويه نتاع الابزار. غادي نخلط هاد المكونات مزيان، غادي نمعكهم مزيان بيدي، يعني كنخلطوهم مزيان. من بعد غادي نوضعوهم في واحد الشبيكه باش كيستقطر داك الماء اللي فيهم باش ما يقطعوا لناش المسمن. هذه العجينه من بعد ما خليتها ارتاحت، شوفوا كي كترجع. غادي نقطعوهم كويرات. انا هنا وزنتهم 115 غرام في الكره. كنوضعهم في الصينيه وندهنوهم مزيان بالزيت ونغطيهم بالسلوفان ونخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق، عاد نبداو نطلقوهم. عاد شوفوا الكميه اللي كتطلق ديك الخضره ديال الماء، يعني ضروري خصنا نوضعوها في الشبيكه باش ما تقطع لناش داك الماء، ما يقطع لناش العجين. هنا غادي نبدا نطلق الكره الاولى، غادي كندهن بالزيت عاديه، هي اللي كنطلق بها في الاول حتى كنورقها مزيان. من بعد غادي ناخذ ديك الزيت اللي درنا فيها التحميره، هي اللي غندهن بها من داخل. وعندي هنايا في الزلافه كميه من الفورص ولا الدقيق الابيض وكميه من السميده رقيقه، هي باش غادي نورق من داخل. كنطوي العجين ديالي بهذا الشكل هذا، ودائما مع الدهن بالزيت ونرشو بالسميده. هنايا فين غادي نوضع الحشوه، كنوضعها هكذا في الوسط بهذه الطريقه. هذه راه ما كتخرجش الحشوه، كتبقى لداخل والعجين ما كتقطعش. كنرد عليها دوك الجوانب صافي وغادي نخليها. هذه هي الطريقه الاولى. من نوريكم الطريقه الثانيه، حتى هي غادي نورق العجين مزيان. هاد الطرق بجوج راه ما كتخرجش الحشوه، كتبقى لداخل وكتبقى موزعه على المسمنه كامله. هنايا غادي نطوي غير جانب واحد، من بعد غادي نوضع الحشوه من داخل في الوسط.
وغادي نغطيها بالجانب الاخر. ودائما مع الدهن باش كيجي المسمن مورق من داخل. صافي، هذه هي الطريقه الثانيه. بالنسبه لي انايا كملت المسمنات الاخرين كاملين بالطريقه الاولى اللي درت معكم. هنا دابا غادي ندوزو نطيبو. كنطلقوا مربعات ديال المسمن هكذا كما كتشوفوا، راه ما كتخرجش الحشوه. كنسخنوا المقله مزيان، ما كنرشوهاش بالزيت، صافي كنكتفيو بداك الزيت اللي كاينه في المسمن. كنحطوها بمجرد ما كتبدا كتشد راسها صافي كنقلبوها، كنبقاو كنقلبوا فيها حتى كتحمر باش كتجي مورقه من الداخل والمسمن كيتنفخ. وديك الحشوه راها كطيب لداخل في المسمن، يعني ما كنطيبوش الحشوه في الاول. الفلفله والبصله راه كنديروهم خضرين، كلشي كيطيب في مره واحده هكذا. كنختصروا الوقت وراه كتجي بنينه. كما كتشوفوا كيتنفخ. والحجوه كتجي طايبه من داخل وكيجي مسمن مورق. هو الشكل ديال المسمن اللي وجدنا، كيعطي ما شاء الله، كيعطي كميه كبيره وكيجي لذيذ، كيجي زوين مع كويس ديال اتاي. كما كتشوفوا كيجي مورق من داخل، والحشوه كيجي عامر نيت بالحشوه وكتجي موزعه على المسمن كامل، وما كتزلعش وما كتقطعش المسمن. يعني واخا كنديروا البصله والفلفله خضرين راه كيطيبوا، غير هما خصهم يتقطعوا رقاق. يعني انا دوزتهم في الهشوار باش كيتقطعوا رقاقين. هي الحشوه كتبقى في الوسط والمسمن كيجي مورق. وكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.